يعني الاصل ما يعني انت متربي في 100 عقبه. متعوضه وانا عندي 7 سنين. فالكلام اي حاجه فيها خروج عن النص ما تمشيش معانا نهائي. نهائي. ودي رساله بوجهها للناس كلها، ان انا مؤدب ومحترم واشيل الصغير قبل الكبير فوق دماغي. انت حاطين انت مؤدب وقليل ولا قليل الادب يا ميدو؟ لا مؤدب. مؤدب، والناس كلها شافت بتتعامل معاه ازاي، وانت نفسك عارفني يا احمد. طبعا طبعا. بتعامل من اول مع بتاع الشيشه لغايه اكبر واحد الباشا، بتعامل معاه باحترام واشيله فوق دماغي. انما اي خروج عن النص لا اقبله، بالذات لما تكون حاجه فيها حاجه شخصيه ترجع لي، او حاجه بحد بيتكلم على حاجه شخصيه. انت بص يا ميدو، انت مثلا قلت مثلا ايه لا ما تربطش بقى الموضوع، ما تربطش الموضوع بقى تاني يا احمد بابراهيم حسن، انا بتكلم عموما. لا والله لا انا بتكلم على فكره ايه، انت قلت الشيشه دي دلوقتي، ما هو الحاجات الصغيره دي برضو هي اللي بتخلي الناس تتكلم. سيبك، مش بتكلم يا عم. لا عشان انت بتقعد تسايس معايا. لا انا مش بقول لك، انا بقول لك على عموما. اصل بقى الشيشه وغير الشيشه هو ده اللي بيخلي الناس تتكلم يا ميدو، ما انت لازم ترد. لا يا احمد سيبك، ما تخشش في فرعيات والنبي. اوكي خلاص ماشي. انا بكلمك في حقيقه. اللي نسي ان ميدو يعني ميدو محترم، وميدو بيشيل الناس كلها فوق دماغه، وميدو راجل مع الباشا باشا ومع العربجي عربجي بجميع الطرق. يعني فاهمني قصدي ايه؟ اللي نسي مين هو ميدو، واللي نسي ان ميدو اصلا قليل الادب، بفكره بقول له لا ميدو قليل الادب، انا الاصل كده يعني. فدي رساله مهمه جدا. طب تمام. انا احترم طبعا. انا كنت عايز في الاخر تقول جمله لاخوك وزميل عمرك ابراهيم حسن، بس واضح ان انت مش عايز تدخل في الموضوع. لا مش الكلام موجه عامه. كلام موجه عامه، ان انا يعني اللي نسي برضه باكد تاني، اللي نسي مين هو ميدو وشافوا ميدو في عز جبروته وفي عز قله ادبه يفتكروا. شافوه بعينيهم. بس ماشي. فالنقطه دي بالنسبه لي مهمه جدا. هتحل الماتش ايه النهارده؟ والله هنحل النهارده باريس سان جيرمان واياكس. طبعا انت بتشجع ريال مدريد طبعا. ريال مدريد. ريال مدريد. انا سمعت يا ميدو ان شيكابالا عيط بعد ما الزمالك اتغلب من الاهلي. انت كان ايه رد فعلك؟ كنت حزين؟ اكيد كنت حزين. والله احنا كنت بتفرج على الماتش مع هاني رمزي. وسيد معوض كان موجود، وكنت عمال اقول لهم هنكسب وده قبل ضربات الجزاء، هنوصل ضربات جزاء وهنكسب. لكن للاسف كان في سوء حظ كبير جدا في ضربات الجزاء، وهي ضربات الجزاء يعني تبقى 80% و70% منها حظ يعني. مين اللي فاجئك مستواه في مباراه القمه في الاهلي وفي الزمالك؟ يعني مين اللي عجبك؟ من الفرقتين؟ في الاهلي مثلا بيقولوا محمد رزق ده كان مفاجاه كويسه. لا 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 فيش ولا لعيب يتعدى ال5 من 10 في الفرقتين الا الشناوي بعض الشيء. الشناوي ولا لعيب ولا لعيب في الفرقتين كلهم على المستوى الفردي. لو اديتهم ارقام من 10 ما فيهمش ولا لعيب يتعدى 5 من 10. المباراه كانت فنيا على المستوى الفردي للاعبين كانت مباراه سيئه جدا. جدا، لدرجه ان انا يعني كان في واحد اجنبي بيتفرج معايا على المباراه، واحد نجم كبير مش عايز اقول اسمه، قال لي ان هو مش مصدق ان دول لعيبه محترفين. المباراه كانت سيئه. واعتقد يعني وكانهم هواه يعني من وجهه نظره. طبعا لا مباراه كانت سيئه جدا. على المستوى الفني كان في سوء تصرف من اللعيبه، وكان في بدنيا اللعيبه ما كانتش يعني كان واضح ان في تعب، والمباراه كان فيها يعني انا عايزك انت طب يا احمد تقول لي في لعيب انت لفت نظرك في الاهلي والزمالك. يعني كل ماتش اهلي وزمالك يا احمد بيبقى معلم معانا لعيب كده، صح؟ ايوه. انا شفت ان باسم علي بشكل كبير جدا استطاع بشكل كبير ان هو يعوض بشكل كبير فراغ احمد فتحي. محمد رزق مفاجاه كويسه في نص الملعب. ايمن حفني والشناوي في الزمالك، يعني ايمن حفني واضح انه هيبقى نجم الشباك في الزمالك. الشناوي شايف ان هو حارس مرمى منتخب مصر. الشناوي طبعا ضربات الجزاء راح مع كل الكور يا ميدو ما عدا كرة الصبر رحيل بس. لا الشناوي طبعا كان في حته مختلف. انما باسم كان كويس افريج، يعني يقول لك عليه ان هو افريج، يعني ايه 5 من 10. رزق نفس الكلام 5 من 10. ايمن حفني 5 من 10. يعني ايمن حفني ما فيش حاجه خالص الا الكره اللي هو اتقطعت من حسام غالي وشاطها وشريف طلعها، مش حاجه ثانيه خالص. خالص طوال 90 دقيقه.
مش بنتكلم على لعيب بعينه، لكن مباراه ما يعني ايه، مش هتفتكر لها حاجه، مش هتفتكر من الماتش ده حاجه. كل ماتش اهلي والزمالك تفتكر منه حاجه، لكن الماتش ده مفيش حاجه. فرقتين هي كره ايمن حفني بس والله دي اللي انا فاكرها. كره ايمن حفني والفاول بتاع وليد سليمان، والفاول بتاع وليد سليمان بس. مفيش حاجه خالص يعني. فانا في رايي ان الماتش فنيا كان اقل من المتوسط، يعني مش على الزمالك بس، على الزمالك والاهلي برضه، رغم انه فاز ضربات الجزاء الا ان الاداء كان سيء جدا. تمام. كابتن ميدو هترجع امتى ان شاء الله بقى؟ يعني قطاع ناشئين كلام في الزمالك يوم الاحد باذن الله. يوم الاحد. بشكرك كابتن احمد حسام.